اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، واهلا بكم في يوميات منال وتوته. اللهم اغفر لابي وارحمه واسكنه الفردوس الاعلى. زي ما انتم شايفين كده احنا على الفرش بتاع محمد النمكي، منزل حاجات جديده وجميله جدا، وحاجات ما زعتهاش قبل كده للفيديوهات اللي عدت، لا كله جديد، حاجات موديلات جديده خالص واسعار جميله جدا. وزي ما انتم شايفين كده اهو، طبعا احنا هنروح له دلوقتي وهو يقول لنا الاسعار ايه، وهنحاول انقل لكم الحاجات الجديده اللي ما نزلتش على القناه قبل كده. فتابعوا بقى الفيديوهات اللي جايه، على اساس ان الفيديوهات اللي جايه كلها تبقى سلسله حاجات جديده خالص ملاش دعوه باللي عدى. نروح بقى للحاج محمد نكمل معاه ونشوف ايه الدنيا عنده فيها ايه. حاج محمد ازيك يا ياسر؟ الله يسلمك، قول لنا بقى ايه الدنيا وايه الاسعار. ده قطعه واحده زي ما تمام. انت شايفه، استانلس ما بيصديش نهائي. بعلي صوتك شويه عشان صوتك ايه. استانلس ما بيصديش نهائي. تمام. نادر طبعا لما بتنزل قطعه استانلس كل بينزل صلب. تمام. تمام. اللون ما بيغيرش، اعملي كل نفسك فيه بعد ما تجربي ادعي لي. القطعه 85، خدت الطقم على بعضه ب 450 بتوفر معاك 60 جنيه. الطقم على بعضه ب 450 توفر معاك 60 زي جنيه. اللي انتوا كل اللي انتوا شايفينه دوت. كام واحده دول؟ واحده 2 دول 3 ستة. 4 5 6 ستة مقصوصه، معلقه عريضه وبيتباعوا بالقطعه. كبشه، معلقه عاديه، حرام اللحمه اللي هي مثلا لو بتصفي حاجه مثلا اللي هو ينسون، مش عارف اللي هو الحاجات اللي بتبقى في الحاجات الشوربه. تمام. ولو عندنا كمان الحاجه اللي في الشوربه كمان. الحاجات الشوربه دي شياله. تمام. عامل كام الطقم دوت؟ 450 جنيه. 450 الطقم ده. طيب نخش بقى عندنا حاجه ثانيه. تمام. 75 جنيه دي الواحده ب 75. دي فردين، بيجي 3 قطع زي ما انت شايف، معلقه وكبشه ومقصوص. طبعا اكتريه الناس اللي هتستعمل ده الحاجات اللي الناس اليوتيوبر اللي بيستعملوا طبعا الحاجات دي في مطابخهم. لو في زمان بتيجي عندي ما انا عارفه العرايس والكلام ده، بس اكتر ناس دلوقتي بتستعمل الحاجات دي طبعا على اليوتيوب، لان شغلك بتظهر جمال المطبخ بمعنى اصح. شياله دي بكام دي؟ شياله كام دي؟ 65. 65. وعندي منها حاجه زي كده 35 استانلس وذهبي. تمام. وينسن يصدي برضه او يغيروا مغير برضه بضمان، مش هتصدي. الحاجه هنا بناخدها من عند الحاج محمد، طبعا مش بتحتاج كلام. ديت ان شاء الله باذن الله 30 و40. مش سعر خالص. مش سعر 5 سعر عادي 30 و40. 30 و40 سعر الحاجه اللي هي تحت السلم. تمام. مع ذلك بتاخد خامه بعد ما تجربي دقيقه. تمام. عندي بقى حاجه زي كده لوكس قوي جميله قوي دي. هات الثانيه دي. ايوه 65 بدل 125. 75 65 و75 مقاس على فكره، عشان بس اللي مش واخد باله ده في فرق مقاسين. تمام. طيب انا روقت المطبخ، عايزه بقى اروق الستاير. 85 جنيه. دي المساكه اللي بتمسك الستاير، الجناب بتاعت الستاير. 85. ما من ناحيتين على حسب بقى الواحده اللي كل واحده وذوقها بقى. تمام. حاجه جربوا وادعوا لي. معاك يا محمد؟ كام؟ دي عامله 65 جنيه. تحدي ان لقيتي قطعه في السوق. 65 جنيه؟ 165. ايوه كده. انت رجعت لي 100 سنه ورا. رجعت 165. بصوا يا جماعه. تمام؟ تمام. كملي ده ولا كملي الشغل اللي جوه ده؟ لا هنكمل الشغل اللي جوه. معاك يا حاج. الصلاصات دي بقى صلاصه ملاحه، كل اللي يعجبك. تمام. بره تسمعي فيها 85 جنيه، احنا عندنا 35 50 في الاكبر شويه اللي هي 63. 35 50. حطي فيها الصلصه، كاتشب، حاجات المهم اللي انت عايزاه، ومش بتصدي. كل انواع اللي هوريها لك دلوقتي مش بتصدي. يوميات منال وتوته. الجريل تمام. عامل كام؟ عامل 200 جنيه. ده بصوا بضمان انك هتحطيه على النار مش هيحصل له اي حاجه، بس بس تهدي النار عشان ما تخسروش برده. هتهدي النار عليه هيفضل زي ما هو، لونه مش هيتغير. تمام. ده جريل بكام ده؟ ده عامل 200. عامل 200 جنيه. دي بقى انا عامل فيها كيكه في البيت. تمام. وكل ما بصور مع حد بقول الكلام ده عشان يبقى عارف ان هو بيخش الفرن، مش بديك حاجه عادي. السوق مليان زي ما انتم سامعين كده. بتخش الفرن، هو عامل فيها كيك على فكره، هو مصور فيديو وهو عامل فيها كيك وجابه هنا على الفرش. على صفحه على الفيسبوك. بس بصراحه انا مش عارف اخد منه الفيديو بتاعه هو.
زي ما انتم شايفين كده، بضمان طبعا الحاج محمد ان الحاجه لونها مش بيتغير. تغير في حالات معينه، حط انك مواد تعلي كيماوية عليها النار أو ده تعلي على غلط. النار. انا ايوه حاططها عندي على 160، اظن مش احسن من كده. تمام وعلى الشبكه تحفه. تمام. عامله 200 وعامله 300. 200 الصغيره و300 الكبيره. تمام. ايه تاني؟ ده بقى الحوض الكبير، تمام. عندي منه 3 مقاسات، عامله 400 450 500. 3 مقاسات 400 450 500. طب تمام. ده وعايز المقاس أقول لكم- الوسط صح؟ ده الوسط. ده الوسط ماشي تمام. عايز اقول لكم ان الصور بتظلمها. معلم والله انا بقول لهم كده على طول، بعد اقول لهم الموبايل او كاميرا الموبايل بتظلم الحاجه، ما بتجيبش الحاجه بجودتها بجد. تمام. القلايات جمال جدا، مسكتهم خامتهم جميله. في خلي واحد بالكم في حاجه زي كده وفي حاجه زي كده. واحده خفيفه وواحده تقيله عشان تبقوا بالظبط عارفين. 225 225 215 و215. 225 دي التقيله تقيلة. ودي خفيفه. انا مسكتهم الاثنين بجد، دي جميله، هما الاثنين حلوين، بس اللي هي الصغيره السيكه ديت حلو. هما الاثنين نفس المقاس، مش عارفه انا شايفاها صغيره. لا بس جميله جدا، دي تقيله وحلو. هما الاثنين حلوين، بس طبعا في تقيل وفي خفيف. دي خلي بالك، ده في الوسط، دي اخف من كده. في اخف من كده كمان. دي الوسط. طب تمام. تمام. اللي يجرب المنتج عندنا بعد ما يجرب يدعي. في مقاس اكبر انا شايفاه هناك اهوت. في مقاس اكبر، ما انا هقول لك انا بقى مسافه بكام. 185 205 طبعا، دول خلصانين عندي من بدري. تمام. لسه مستنيين ينزلوا عندنا ديت ان شاء الله. 215 225 185 185 205 205 225 225 245. اكبر مقاس. بصوا في مقاسات هناك كبيره، ممكن تجيبها يا حاج محمد. هات الكبيره خالص. بصوا الجمال اهو، شايفين؟ لا جمال جدا. زي ما قلنا لكم كده، الاسعار اللي عدت ده المقاس الكبير اللي هو اللي تحت خالص دوت. طب عايزين هات المقاس الكبير بتاع اللي هي الصينيه الكبيره يا حاج محمد. ايوه دي على فكره كبيره. مقاس كام في كام دي؟ والله ما عارف، وانا برضو مش مكتوب عليها مقاسات، فعشان كده ولا مقاس. لا على فكره كبيره. انا ممكن اجيب متر ونشوف لو انت لا بجد والله على فكره كبيره يعني، بس هي مش مكتوب عليها مقاس. مقاسها كبير ممكن جدا. تعمل 30 في 40. حلوه بجد. لا جميله. بكام دي بقى؟ احنا قلنا اسعارها بس هنقول تاني. دي 500 دي 500 450 اصغر 450 400 أصغر. 400 اصغر. تمام ماشي كده. زي ما انتم شايفين بقى ايه الحاجه اللي عند الحاج محمد. دهب ابو لا بجد جميله جدا. خلي بجد. بالك 1200 جنيه، احنا الحمد لله السعر بتاعنا الحمد لله بره 1200 جنيه فرق هنا يعني عالي جدا. لا بجد والله تسلم ايدك. هات لنا بقى اللي هم اللي استلس، وتقول لهم بقى ايه، انا بقول استلس بس هم طبعا مش استلس، فانت تعرفهم الفرق. بصوا يا جماعه، ده برضو اللي عايز يعرف المنتجات ديت، حاجه اسمها صلب لا يصدأ، حتى البياريض نازله منها، الحيل اللي نازله غالبا دلوقتي نازله منها، تمام. هتيجي بالحرف يلزق فيها المغناطيس. ده حاجه اسمها صلب لا يصدأ. مش معنى كده صلب إنه لا وحش يصدأ، مش ولا استلس ولا ألمونيوم. ولا ألمونيوم. تمام. ده اولا بيوفر للطاقه، تمام. لان شغل اتحاد اوروبي. استخدمي براحتك، بعد ما تجربي ادعي لي. تمام. كام؟ اللي واخد لون مستلس دوت 300 350 400. 300 350 400. 3 مقاسات. 3 مقاسات هناك اهمت يعني. انا اهم بص اهو المقاس الكبير اهوت والصغير، الثلاثه هم جنب بعضهم. تمام. صفايه ايكا بينزل منها دي صفايه ايكيا دي. تمام. 155 165 155 الثانيه ب 165 الذهب. الذهبي ب 165 وديت ب 155. تمام. 50 250 ده ب 25 75. دي صفايه. بصوا الجمال، دي صفايه ايكيا. اسمعي هناك بكام؟ بكام؟ احنا عندنا ب 300 جنيه بس. هنا ب 300. انا مش قلت سعر كده، مش محاسب، مش سعر كده. دي ب 300. طبعا في ايكيا هتلاقي عاليه جدا اكيد. اسمعي حوالي 1200. طب ورينا بقى ايه كده الحاجات اللي عندك دي. عايزه ايه تاني ديت؟ بصي دي ماليه السوق. تمام. انا عندي ب 155، ممكن اكون اغلى حد في السوق، بس بتعملي ايه بقى؟ عشان الجوده بتاعتها. الجوده بتاعتها. بصي انا بعمل ايه؟
اللي هي المحمله تمام. سيليكون مش بلاستيك. اه والمحمله امسك انت الخامه. انت اللي بتحكمي. هي على فكره الحاجه بتبان. انا عايزه بقى الحاجات اللي هناك دي، هاتلي البرطمانات والحاجات دي عشان بصوا بقى كل الحاجات دي اهي. ده ان شاء الله باذن الله البرطمان بالمعلقه بتاعته. تمام. خش على الستور عندهم شوفوا كده. عندنا ب 55 تحت. طبعا الشغل ده شغلتين انتوا عارفينه طبعا. 25 من 55. الخامات تمام. والماتيريال ده والتركي. تمام. عندي بتاعتك دي برضه موجوده ميتها غامقه سنه. تمام. بس بص الله الوكيل تركي بمورد الله. دي تركي. تمام. عامله كام؟ عامله 90 جنيه. 90 جنيه. زيت وخل. دي زيت وخل. تمام. خلي بالك ب 155 هناك ب 450 جنيه. تمام. احنا الحمد لله. 90 جنيه من 155 اهي. هبقى برطمان العسل قدامك اول واحد هنا اهو، انا شايفاه من هنا. ايوه ده برطمان خروجات لو حتى شويه عسل ولا حاجه عشان ما يجيبوش. ده هنا بص المبلغ بتاعه شنطه كبيره. بصي على فكره انت ممكن تحطي فيه اي حاجه لو انت خارجه وحاطه حاجه. مش هيدلق منه حاجه لان الغطا بتاعه مكبس محكوم. تمام. اهو بصوا اهو كام عامل 25 جنيه برضه. ده برضه ب 25. تمام. بصي بقى انا عايزه ايه؟ انا عايزه الترمس اللي بتاع ده الكاتل. هم يتفاجئوا بموضوع الكاتل ده. كاتل؟ بصوا بقى انا شايفه ده كاتل او اي حد على الفرش، مش انا بس يعني شايف ده كاتل. تمام اهو. الكاتل دوت. بصوا ده كاتل اهو شايفين. حطي بقى بن. حط فلفل. بص بقى الكاتل ده، بصوا الجمال. والله انا كنت مفكره كاتل. بصوا اهو مفرمه دي مطحنه او مطحنه بمعنى صح. عامله كام؟ عامله 375. 375. وحط تحت كلمه فعل دي 100 خط لان 90% من الوطن اللي مكتوب دلوقتي مش اصل اساسا. جميله جدا. بصوا انتوا الشكل وشياكتها، يعني هتحطيها حتى على المطبخ شكلها حلو قوي. عامله 375. واكيد في الاستعمال جودتها حلوه لان احنا هنا متعودين. عندي كمان تحفه. احنا متعودين ان احنا بناخد منك الحاجه وعارفين ان شاء الله ان ضمانها بالظبط كده بضمان، وعارفين انها مش حاجه بتبوظ مننا. في حاجه عايز اقول لك عليها. تمام. قبل ما اديها للزبون انا عامل بيها فيديو عنها. تمام. الله الوكيل كميات كتير جدا محجوزه جمله مش قطاعي. سيبنا وقطاع محجوزه. لا بسم الله ما شاء الله جميله. مدن ايه؟ ايه هاتها تاني كده. مطحنه ديت ب 375. بص اهو جميله اهي. انا طبعا اول ما شفتها انا افتكرتها كاتل. ايه ايه كلنا يا صديقي. كلنا يا صديقي. ماشي. على فكره يا نسا روح جيب براون دلوقتي وقول له عايز افتح الموتور من جوه. لو طلع براون حاج محمد. بص يا نسا تمام. ديت ان شاء الله باذن الله الشغل مالهاش دعوه معاك السوق. انا بديكي دي بتعمل ان شاء الله 155 في حين ممكن اجيب لك حاجه ارخص. دي 155. بس انا بعمل ايه بقى؟ انا دي كده شم ريحتها ما فيهاش اي ريحه. بعد كده بنيجي عاملين ايه؟ شوكه وكاس مع صالح الاستخدام الادمي. بيبي اللي هو خلي الماده مسلطنه وفيها فلوس صالح التدوير. طبعا دلوقتي الاختام بتتضرب فانا اعرفها بايه؟ بالريحه. من ريحتها. لان طبعا الشمس والحر اللي احنا فيه ده بيخلي البلاستيك يتفاعل فبيبان الكويس من الوحش. تمام تمام. وبعدين دي بتوفر مكان يا جماعه لو انت هتحطي طبعا دي اربع عيون. تعتبر 4 عيون في حاجه واحده، انك هتحطي مكرونه لوبيا فاصوليا الكلام دوت في كذا، يعني هتوزعي زي ما انت عايزه. تمام. مكرونه سباكيتي على حسب بقى بتوفر لك مكان وسعرها مش عالي اهي. تمام. الازازه الجميله دي بكام يا حاج؟ البوتل دي عامله كام ان شاء الله؟ عامله 100 جنيه. طب يا محمد انا شايفها بره بقد كده. برضه هكرر تاني كلامي كده. شم ريحتها يا جماعه. اللي ياخد بلاستيك بالذات في الجو اللي احنا فيه ده لازم يبقى عارف جودته ايه، لان احنا في الحر ده بجد يعني ما ازازه الميه نفسها بتتفاعل، البلاستيك بيتفاعل مع الميه دي من لوحدها مشكله. مشاكل. يعني احنا بنجيب ازازه الميه من بره. انا بره. جايب دي ده اقل حاجه انا بجيبها. انا ممكن انزل لي حاجات بعد كده اغلى من كده بكتير. انا بديكي احسن الوحشين دلوقتي. لا وبعدين انت خلي بالك، انت بتشتري ازازه الميه المعدنيه من السوبر ماركت هتلاقي ممنوع استعمالها بعد ما بتخلص ميتها. يعني هي بتستعملها مره واحده لان عشان ده معلومه ليك انت. ايوه. مكتوب عليها كلها من مواد التدوير، يعني كلها من البلاستيك اللي ممنوع الكسر من الشارع. ايوه يعني انت كده ازازه الميه ما ينفعش تستعمليها تاني. فازازه الميه هنا طبعا بجد جميله وجودتها عاليه اهي. وجربوا دي. والسعر ما فيش يعني كلام.
وعلى راي الحاج محمد جربي وادعي له برضه، ويدعي لنا احنا معاك. لا دي اكليرك، دي مش بلاستيك. بص يا نسا، الاسبوع الجاي الطقم دوت طقم توابل، اللي عايز حاجه بقى يبقى مميزه عنده في البيت، عامل 1750، نازل عرض 1400 جنيه. ب 1400 جنيه. بس خد المنتج بعد ما تعدي عينك، انسى تماما. كام واحده؟ ده اللي هو 12 قطعه، بره فوق 6 وتحت 6 اهو. ده ستانلس صح ولا انا مش؟ جوه ازاز من بره استنى. من جوه ازاز. طب ممكن ينفع تفتح لنا واحده؟ طب ما عندكش الازاز بتاع الكوردير لو سمحت؟ ايه؟ الازاز بتاعت الكوردير اللي هي الازاز الاقيها فين طيب؟ ده كده الصواني اللي انت عايزاها. بصوا ازاز اهي، نص هو ميزه ستانلس. الازاز ان هو عشان ما يتفاعلش مع الاكل. يعني من بره تعتبر من وجهها الآخر. ستانلس ومن جوه ازاز كده لو عايزه تنزليه كتير. تمام. بس شكله شيك قوي على فكره، عشان البلاستيك اللي عليه مش مبينه برضه. ب 400 1400 12 قطعه، 12 قطعه. 6 كبار و6 صغيرين. لا 6 قطع كله مقاس واحد. لا 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 اللي تحت اكبر، مقاس واحد. تحت اكبر والله. لسه عشان فتحتي ازاز وبرضه نفس مش شايفه من الشمس. مقاس واحد. يبقى انا اللي مش شايفاها. تمام، يبقى كله مقاس واحد ب 1400 جنيه. عندك ايه تاني؟ ورينا ايه الجديد. الغساله بتاعت الشرابات دي. لا 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 25 50 325. طبعا تعملي فيها القهوه التركي والكلام دوت 100 100. بكام دي؟ 325. 325. تمام يا حاج. ده النوع ده من زي ما انتم شايفين كده كل الجديد عند محمد النمكي واولاد النمكي طبعا. زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله. بصوا كل الشغل ده عندهم اهوت. تمام، بروشات كلها اهي. ماشي، نرجع للحاج محمد. ماشي، عامل كام؟ كام ده على جوميا عامل 650. عندنا كام؟ 325. 325. وحط في زيت بيغلب براحتك. حطيه في الزيت مفيش اي مشكله ليه، مفيش اي ضرر. انسى. تمام. عندي بقى حاجه اللي عايز حاجه تبقى مميزه قوي. 5 قطع 6 قطع. الثانيه 5 قطع ب 750. تمام. عندك ورينا. خش على العروض، تمام. خش على العروض والحق نصيبك. خش على العروض والحق ده نصيبك. بكام ده يا حاج محمد؟ ده 750 5 قطع بس امسكي 550. يالا، جبت الميه؟ فعلا. تعالى خش هات البتاع ده. حاجه انسى ده اللي بندور عليه، انك تاخدي منتج تنسيه. تمام. 550. تمام كده. احنا ده 750. 750 حاجه. ده كده 750. الثاني ب 550. معلش اتلخبطنا. ماشي. 375 نازل عرض 375 ده هو اللي الاول. تمام. يعني ده نازل عرض 350. تعالى نعمل في البتاع منه ده. بصوا اللون تاني اهو. لا ده نوع تاني صح؟ 375 برضه. ده 375. تمام. زي ما انتم شايفين كده اهو كل الشغل ده عنده اهوت اهو. نرجع تاني. جايب ايه تاني؟ بص بقى اه ترمس. طبعا بتروح تجيب الترمس ب 300 400 جنيه وفي الاخر بيطلع في 20 كان ما بيقعدش معاكي ساعه. تمام. تمام كده. احنا بنديك الترمس معاه ضمان 24 ساعه. تحط في الميه سخنه جربي براحتك، معاكي 5 ساعات سخن لحد 8 ساعات. بكام ده؟ 155. 155. تمام كده. طب والله بلاش. هود اند كول سخنه وبارد. وروني من جوه. ستانلس. بصوا جمال بالصفايه. تمام. خلي بالكم انا عايز اقول لكم على حاجه. بحاول بجد المكان مسمار هنا اهو. تجربوا تدعي. مسمار هنا تعالى. لا احنا اكيد كل اللي بياخد من عندك حاجه بيجرب يدعي لك اكيد يعني، لان حاجة حاجتك تانية؟ جميله جدا. زي ابيض. بديل المسمار. التكه دي يعني. لا بديل المسمار عندي. لو انت عايزه حد عايز يعرق الوز بدل ما يحط مسمار ويوجع قلبه في الوز. قصدك على حاجه انا محتاج تتكلم. ماشي على حاجه تانية. تمام. تمام 5 جنيه بس. ماشي. تعالى نشوفه. ماشي نشوف. مصفى. هي 55. ده بديل المسمار. 5 جنيه بس. وريهم استعماله ايه. خد يا حاج.
دي 155. ده انت عايزه تعلقي برواز، عايزه تعلقي مثلا ساعه، اي حاجه عندك. بتعملي ايه؟ بتمسحي مكانها كويس، تنشفيه، تكوني ماسكه دي من هنا كده، ايدك ما تطبقش هنا، شيل ورقه لزقتيها، فرغي منها الهواء. من بالليل، اسيبها من بالليل للصبح، عليها اللي انت عايزاه. عامل كام؟ عامل 5 جنيه. 5 جنيه بديل المسمار. وخلي بدل بالك ما ده تدقي الماسك وتدوري على حد بشنيور والشغلانه دي بتلزق. لا بتلزق. لسه مساحه مكانها بحته مبلوله. وخلي بالك الماسك دي مش الصغير. مكانها كويس. تمام. شيلها زي التراب عليها، فرغ الهواء. انت بقى خدي جربت عشان تدي. ان شاء الله. يا ريت بقى ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك عشان ان شاء الله يوصلكم كل جديد في يوميات منال وتوته.